أيام فاس الدامية هي صفحة مهمة من تاريخ المغرب وتاريخ فاس اللي تجاهل أغلب المؤرخون. لا يخفى على أحد أنه بحلول يوم 30 من مارس من كل سنة كتحل معاه ذكرى توقيع معاهدة حماية على المغرب وإدخاله إلى الحظيرة الفرنسية لمدة 44 سنة. سخر خلالها المغاربة كل قواهم لنيل الاستقلال والحرية، لكن ما يخفى على معظم الناس هو أيام لقبها الوطنيون خلال العشرينيات بانتفاضة فاس، بينما أعطاها اليهود اسم التريتيل في حين سماها الفرنسيون أيام فاس الدامية. تلك الأيام التي صبغت فيها الحاضرة الإدريسية بلون الدماء وسقط فيها قتلى من الطوائف الثلاثة. حتى ولو سمى التاريخ بعض الانتفاضات والثورات على أنها مجرد معارك عشوائية، إلى أنه لا بد أن يكون فيها بعض التنظيم في الأول، كما لا بد أن يكون هناك حدث محفز لهذه المعارك. كذلك الأمر بالنسبة لفاس اللي قامت بانتفاضة ضد المستعمر طيلة 3 أيام امتدت من 17 من أبريل إلى 19 من نفس الشهر. لكن الأحداث اللي سبقت هذه الأيام هي اللي خلت انتفاضة تكون شعبية وتسببت للمستعمر بخسائر عديدة. ومن الأحداث التي أفاضت الكأس وجعلت انتفاضة عنيفة هي توقيع السلطان المغربي بالمعاهدة الحماية مع المستعمر الفرنسي. هادشي اللي خلى العلماء والشرفاء يوجدوا روسهم ويعرفوا بأن المدينة الإدريسية غتباع النصارى. توجه السلطان المولى عبد الحفيظ للرباط، الشيء اللي فسروه المنتفضون بكونه خذلان ليهم من طرف السلطان اللي معولين عليه. الأربعاء 29 جمادى الثانية 1330 اللي كتوافق 17 أبريل 1912 كسوف تام بالمملكة، لكنه لم يصد بفاس بسبب الغيوم والجو اللي كان عاصفي منذ ليلة خلت. الساعة كتشير الواحدة بعد الزوال، اشتد فيها الهضرة والهرج بحومة الطالعة حين هوج الزار بساطور على ضابط فرنسي فوق فرسه كان كيحاول يرجع الثائرين من شعب متحد، إلى أن أول بوادر الثورة ظهرت بين الجنود اللي جاو عند السلطان بالقصر ديالو في فاس للشكوى مما يلاقونه من تعسف وإهانة على أيدي الضباط الفرنسيين، وعبروا ماشي غير مرة ولا جوج على التشبث ديالهم بالسلطان وطلبوا منه باش ما يمشيش الرباط ولا خارج البلاد، وطلبوا منه العتاد والسلاح، الشيء الذي وجه بالرفض، كما كان منهم إلى أن تاروا وبدأوا بأن اقتحموا منزل مهندس السلطان برونو اللي كان يقع بالقصر الملكي وقتلوه. ومن ذلك المنزل تفرقوا جماعات في كل مدينة، تكاثروا وامتزجوا مع سائر طبقات المدينة باش حتى واحد ما يعرفهم. بين الطالعة الصغيرة والكبيرة كان فندق فرنسا. الثوار اقتحموا ومنعوا بعض الجنود من الوصول إلى باب أبي الجنود، وبدا كيتزايد عدد الثوار في كل درب وحومة حتى أصبح العدد كبير تزكيهم زغاريد النساء من السطوح. هادشي اللي خلى الحماس يشعل وجعل الأمر يخرج عن السيطرة بعد مقتل الضباط والجنود، ووصل إلى المستوطنين الفرنسيين ونهب دورهم، كما أن الملاح تضرر أيضا وتم اقتحامه من طرف الثوار عقابا لليهود على ترحيبهم بالمستعمر الفرنسي. ولات الديور خالية إلا من أثر التدمير،
واختبأ من بقي هربا من ثورة الغضب، إلى أن فتح السلطان قصره عبر باب بورخصيصات ليتم استقبال من بقي من اليهود في حديقة مالكة، حيث استقروا حتى انتهاء هذه الانتفاضة. وبحلول مساء الأربعاء سجل الفرنسيون مقتل 12 ضابطا و5 مساعدين كبار مع جنديين 2 و9 مستوطنين مدنيين. استمر الغضب يومي الخميس والجمعة بنفس الوتيرة، حتى أن القبائل المجاورة بدأت كتزحف الفاس باش يساندوهم في هذه الثورة. دخلت السلطات الفرنسية واستقدمت جنودها للدعم من مكناس، حيث قاتلوا الثوار وأخضعوا من بقي منهم. مع بزوغ فجر يوم السبت 20 أبريل خرج اليهود من القصر لتقييم الخسائر بحيهم المنهار، ورفع المغاربة مضطرين راية الاستسلام على كل البيوت، وخمدات الزغاريت لخلعات الفرنسيين. خصص 22 و 23 من نفس الشهر لتجريد السكان من السلاح وتنفيذ أحكام الإعدام على البعض ديالهم اللي كان متورط في هذه الانتفاضة. إذن طوات صفحات نضال دموي بقيت راسخة في التاريخ، تصدر الإشارة إلى أن الثوار قد توجهوا لدور المستوطنين الفرنسيين فقط دون غيرهم، وهذا ما شهد به الصحفيون الفرنسيون وكذلك سفارات بلدان أخرى كإنجلترا التي تعرض مقر بريدها للنهب. لكن ما إنه علم الثوار بأنه للبريطانيين رجعوا كل شيء للمكان ديالو، الشيء الذي يبرهن أنها كانت ثورة ضد المستعمر الفرنسي فقط. لكن أتباع الطائفة اليهودية يتهمون الثوار باستهدافهم والاعتداء عليهم ونهب ديارهم واغتصاب نسائهم، وينعتون هذه الانتفاضة بأعمال الشغب الدامية اللي دمرت الحي ديالهم وشردات العائلات ديالهم، وهي مجرد انتفاضة كانت عادية ضد مستعمر انهب ثروات وأراضي ساكنة فاس. وهاد الأحداث قليل اللي كيعرفها وقليل من المغاربة اللي عارفينها، وحنا اليوم سلطنا عليها الضوء لأنها كتعتبر منسية.